صباح الأنوار، أهلا بيك في درس رقم 4 مفتاح كتالوني. طبعا بالتي 4 لعله يرد بنايت اف 6. نلعب احنا السي 4 اي 6 من حضرته، جي 3 مننا معلنين اختيارنا المفتاح الكتالوني عشان هو يرد بالدي 5. أفنكت البيشوب بتاعي، ممكن يلعب البيشوب بتاعه الاي 7 ويختار المغلق وغطيناه، أو ياكل ويختار المفتوح والمفتوح ده متشعب شوية. أطور النايت بتاعي. الحلقة اللي فاتت كنا خدنا التفريع بتاع سي 6، تعالى النهاردة ناخد فكرتين: النايت دي 7 او نايت بي دي 7، وعايزين ناخد كمان البي 5 على طول. ناخد دي وناخد دي والاتنين ان شاء الله يبقوا بساط. طيب النايت الاول هنعمل ايه؟ هبيت. ممكن يكمل بالسي 6 او العاب تانية. تعال نغطي سي 6 وبعدين نغطي الحاجات التانية. العب انا على طول اي 4، والاستاذ مبدئيا يلعب اي 5، يقول لي ما تكملش اكتر من كده. الوزير بتاعي اطوره واضغط بيه على البيدق، يحمي البيدق. النايت بتاعي ضاغط على حاجات كتير الحقيقة. يعني النايت بتاعي ضاغط على هذا البيدق، النايت بتاعي والبيشوب بتاعي كمان ضاغط على البيدق. الراجل يعمل ايه؟ يتخلص من هذا النايت مبدئيا. اكل وهدد النايت التاني، يقوم يشيل النايت التاني ويقفل الوتر في وش البيشوب بتاعي. ماشي، اسكت انا مش هسكت، هاكل. فالاستاذ ياكل، اطور النايت بتاعي تاني، والنايت بتاعي طبعا ضغط على هذا النايت، ضغط على هذا البيدق. البيشوب بتاعي كمان ضغط على النايت. الراجل يعمل ايه؟ بوزيره يحمي البيضة. اكل، ولما هو ياكل البيشوب بتاعي استعدنا البيضة يا سيدي اهو. الرخ متهددة، يشيل الرخ. وزيري اجيبه ورا البيشوب بتاعي، يطور البيشوب بتاعه بهذا الشكل، اديله كش يغطي، اكل، يستعيد. وهنا انزل بوزيري اديله كش. صديق امبارح قال لي بيبقى فيه بيادق كتير في يعني جناح الوزير، وده بيبقى ضغط كبير عليا. ماشي، تعال نشوف بنتعامل ازاي مع هذه البيادق. حضرتك اديته كش، لازم يغطي. الملك لو شاله كانت رخة تسقط. نستعيد، يكسر الرخة بتاعتي، يبدأ يطور الملك بتاعه. اخد بيدق، يهدد الرخ تمشي. عايز ياخد هو كمان بيدق، خد بيدق. البيشوب يهدد البيشوب. طبعا البيشوب ما ينفعش يمشي عشان الرخة تسقط بتاعته. يحمي الرخ الأول، أنا آكل كش، ياخد بيدق، اخد أنا بيدق. لو كسر، وضع تعادلي عادي جدا. طيب تعالى نرجع من البداية وناخد فكرة تانية. نعيد نقلاتنا بسرعة عشان لما يدخل في المفتوح ويطور النايت أنا أبيت. كل اللي حصل ده لما هو لعب السي 6. بعتذر، هجيب الرخ في الفايل بتاع البي، عشان كده كده هو عايز يلعب البي 5 بقى. قفلت في دماغه هلعب البي 5. اي 4 من عندي، اي 6 من عندي، وهلعب البي 5. مش هتلعب البي 5. طور البيشوب بتاعه، اطور النايت وضغط على البيدق، يحمي البيدق. اكل بالمرور. ياكل بالنايت، ما يعرفش ياكل بالبيدق طبعا عشان هاكل البيدق دوت. فياكل بالنايت بسيط. هطور الوزير بتاعي وضغط على البيدق، هاخده. هتعمل ايه يا عم؟ هيبيت، هيعمل ايه؟ اخد هذا البيضك، ياخد، انا اخد، يهدد الوزير. الوزير يرجع. طور البيشوب بتاعه لا بأس. هدد الرخ، يهدد الوزير. شالنا الوزير، يشيل الرخ. دنيا جميلة خالص. تعال نرجع من البداية عشان ناخد فكرة أخيرة، ونبقى إيه يعني غطينا هذه القصة بكل ما استطعنا. ساعات بعد ما بطور النايت وأنا مبيت، يلعب على طول السي 5. يحارب راجل على السنتر، يديني البيدق. يطور النايت بتاعه أو يحمي بيه البيدق. مفيش بيدق، هاكل. طبعا هاكل النايت بتاعك. كش وهات النايت. رجع لي قطعتي يا أستاذ. طور البيشوب، أخد قطعتي. يزيح على وزيري. شلنا يا عم الوزير. الرخ في وش الوزير. آكل. ياكل بالبيشوب وبيطوره في حركة واحدة ومستعد للتبيت. راجل جميل جدا. هشيل وزيري من وشه بقى، عشان لو لعبت أي حاجة ممكن يديني هذه الكش وياخد الوزير. فأنا أشيل وزيري من وش سيادتك. يبيت. النايت بتاعي يضغط على البيشوب عنده،
يطور وزيره. البيشوب كمان احطه في الهجوم. الرخ يجيبها في عمود مفتوح. وزير والبيشوب ضاغطين على النايت. يضطر الراجل يحمي النايت. والدنيا لطيفة خالص. دي اهم افكار النقلة النايت بي دي 7. تعال نرجع من البداية وناخد فكرة تانية. نعيد نقلاتنا في عجالة عشان ناخد المفتوح. اطور النايت. نايت بي دي 7 دي خلصناها، ودي اللي حكينا فيها القصة من الاول. طب احنا عندنا نقلة ايه تاني؟ بي 5 على طول. هدعم البيتا. بس انت فتحت لي الوتر، الرخ بتاعتك بقت مكشوفة. طيب اضغط على هذا البيضك يحمي البيضك ويقول لي اديني قفلت الوتر والنايت حامل بيدق والدنيا جميلة. طيب اطور النايت بتاعي وضغط مزدوج على البيت. هتعمل ايه يا عم؟ يطور النايت بتاعه ويقفل الزاوية. هبيت الاستاذ يطور البيشوب بتاعه. ازيع على النايت. النايت يمشي ما عندوش ادنى مشكلة. اطور النايت التاني بتاعي يدعم البيدق اللي كان موضوع عليه بالنايت وبالبيدق. انا العب الدي 5 واخد مساحة حلوة وضاغط على قاعدة البادئ بتاعتك. ياكل. انا اكل. يستعيد بالنايت بتاعه. اكل. عشان لما ياكل اكل الاول بيدق. طور البيشوب بتاعه بهذا الشكل. كوز البيشوبز باصين عندي على جناح الملك. اتحدى البيشوب بتاعه. لما ياكل اكل بالبيدق. اول اكل وزير. وبعد كده نستعيد. الرخ بتاعته بقى يجيبها تدعم البيدق اللي كان مضغوط عليه. وانا ازيح والدنيا جميلة خالص. طيب دلوقتي حالا ممكن مثلا رخ تيجي تضغط على البيدق التاني يلعب هذا الامر. اكل. ويبقى على فكرة فتحت انجل في الشكل دوت في تفوق كبير لينا. يعني دي اصلا مباراة انا واخدها مش فاكر كانت بين ومين، وفي تفوق كبير لينا. نقلة البي 5 مش النقلة الأصلح لأنها بتعمل إضعافات كثيرة. مش عايزين نكمل بقى في هذا الأمر لأن في تفوق شديد لينا. النقلات بتاعت اللي بيلعب بقطع سودة كانت غير موفقة على الإطلاق. تعالى بقى نرجع من البداية عشان أناقش معاك فكرتين بساط. حضرتك بتلعب بالدي 4 في أمانة الله تتفاجئ بيه بيلعب السي 5 ويدخلك في تفريع اسمه الأولد بينوني. عندك بلاي ليست فيها الاولد بينوني والبينوني الحديث والبينكو جامبت والبينوني التشيكي. كل انواع البينوني موجودة في بلاي ليست. ادخلها واستمتع بيها. لعلك تزيح. يلعب هو الاي 5. تدعم البيدق بتاعك يزيح بهذا الشكل. تطور النايت. يطور البيشوب. تطور النايت. يربط النايت. تزيح عليه. حدد موقفك لعله ياكل. تستعيد بوزيرك. البيشوب بتاعه تكسر. يستعيد. النايت بتاعك عايز يدي فورك ولا حاجة. الوزير يجي يمنع هذا الأمر. استمتع بالبينوني وكل أفكاره ولكن على مهلك. ولكن بعتذر لك لعبت حضرتك الدي 4 مفيش كتالوني. أو يلعب الاي 5 دخلك في الانجلاند جامبت. انجلاند جامبت ديت بقى مش هتخليك تعرف تلعب كتل. هتاكل. يطور النايت عايز يستعيد البيدق بتاعه. اطور النايت واحمي البيدق. الوزير عايز البيدق. البيشوب يحمي البيدق. يزيح. اكل. يهدد. وزيري يجي يدعم هذا البيدق اللي هو بقى الوزير بتاعه كان عايز ينزل كده يعني، فاحنا دعمنا هذا الامر ومنعناه. يستعيد. اكل. يكسر. لعله يكسر النايت. يطور. يعني احدى افكار هذا الجنبيت، ولكن الجنبيت دوت له بيشوب يدخل بهذا الامر. تحمي الرخ. ضغط على البيدق. نحمي بالملك. النايت ينزل. يعني يستمر التفريع. البيشوب اكيد هيمشي. يعني دي احدى افكار الانجليز جنب. طبعا اكثر شمولا واتساعا. انا بس حاولت اوريك فكرة عامة عنه. بطبيعة الحال هذا التفريع لا يلعب ضد كل، او هذا الافتتاح زي اي افتتاح مش هيتلعب ضد كل ردود خصمك. يعني الانجليز جامبت دي ما هتبوظلك اي حاجة لو انت داخل كوينز جامبت، ما انت الموضوع باظ برضو يعني. اتمنى تكون استمتعت واستفدت من هذه السلسلة. عجبك الافتتاح دي حاجة تسعدني وتفرحني. ما عجبكش خلاص مش مناسب ليك لا بأس.
مش كل الافتتاحات هيحبها كل الناس. الشطرنج فيه افتتاحات كثيرة من أجل هذا الأمر. سبسكرايب لو مهتم تشوف الافتتاح الجاي، واشوفك الحلقة الجاية على خير، وسلام.